في قديم الزمان عاش نبي كريم وهو صالح عليه السلام. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قبيلة يقال لها ثمود، وهي قبيلة عربية. وأين كانت تسكن هذه القبيلة؟ هذه القبيلة كانت تسكن الحجر ما بين الحجاز وتبوك. كان قوم ثمود من عبدة الأصنام ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وكانوا في ضلال كبير. في ذات يوم اجتمع صالح عليه السلام مع قومه، ودار بينهم الحوار التالي. قال صالح عليه السلام: يا قوم، اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة الأصنام. يا صالح، لقد كنت ذا عقل ونباهة قبل أن تدعونا لهذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أنترك عبادة آبائنا وأجدادنا ونعبد إلهك؟ إننا في شك لما تدعوننا إليه. فأجابهم صالح عليه السلام: إني أدعوكم لعبادة رب الناس، أدعوكم لعبادة الله الذي ينفعكم ويرزقكم. يا قوم، اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم عاد، ومكن لكم في الأرض، تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وجعل لكم الجنات والعيون وزروعا ونخلا كثيرة الثمر، فاذكروا نعم الله عليكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اصمت يا رجل، فوالله ما أنت إلا رجل مسحور، وقد أثر السحر على عقلك، فلا تدري ما تقول، وما أنت بنبي. قال صالح عليه السلام: يا قوم، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا أطلب منكم أجرا على ذلك، ولا أريد منصبا، إنما أطلب الأجر والثواب من الله رب العالمين. يا صالح، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. نعم إن كنت صادقا أظهر لنا معجزة نريد المعجزة. قال صالح عليه السلام: وما هي المعجزة التي تريدون؟ أشار أحد الرجال نحو صخرة وقال: إذا استطعت أن تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة فسوف نؤمن بك. نعم، على أن تكون ناقة ولودة، وأن تكون عشراء طويلة. وبدأ القوم يطرحون على نبي الله صالح صفات كثيرة لهذه الناقة على سبيل التعجيز. وماذا فعل صالح عليه السلام؟ قام صالح عليه السلام إلى مصلاه ودعا ربه أن يخرج ناقة من الصخرة، فاستجاب الله لدعاء نبيه، فخرجت الناقة من الصخرة الصماء أمام أعين القوم المشدوهين. هل تصدقون ما ترون؟ والآلهة إن هذا لشيء عجيب. آمنت برب صالح. لا يا أيها القوم، أن نترك ما عبد آباؤنا وأجدادنا ونعبد رب صالح؟ لا والآلهة. انقسم القوم، فمنهم من آمن بالله سبحانه وتعالى وهم القلة المستضعفة، ومنهم من بقي على كفره وهم الأكثرية المستكبرة. قال صالح عليه السلام لقومه: يا قوم، هذه ناقة الله لكم آية، فدعوها تأكل من نبات الأرض، ودعوها تشرب من البئر يوما، واليوم الآخر أنتم تشربون، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. بقي صالح عليه السلام يذكر قومه بعبادة الله وترك الأصنام، وهم ما بين مصدق ومكذب. اتفق القوم على إبقاء الناقة بين أظهرهم،
فكانت ترد بئر الماء يوما فتشرب ماءه كله، وكان القوم يشربون من البئر ويرفعون احتياجهم من الماء في اليوم الآخر، وكان القوم يشربون من لبن الناقة كفايتهم. وفي أحد الأيام بعد أن طال الحال على ما هم عليه اجتمعوا ليروا في أمر الناقة. يا قوم، إن الناقة شربت ماءنا، فما رأيكم في أمرها؟ أرى أن نعقرها ونستريح منها. لا يا قوم، إننا نشرب من لبنها، فلا يعقل أن نقتلها، وإلا حل بنا عذاب أليم. أتؤمنون بأن صالح مرسل من ربه؟ نعم، إنا به مؤمنون. وإنا بالذي آمنتم به كافرون. يا قوم، يجب أن نقتلها ونستريح منها، فقد شح ماؤنا بسببها. نعم، يجب أن نقتلها ونستريح منها. وهل قتلوها يا جدي؟ اجتمع 9 رجال كانوا من أكثر الناس إفسادا في الأرض لقتل الناقة، وقاموا بعقرها، فأصدرت رغاء كبيرا، ولحقوا بولدها الذي هرب إلى أعلى الجبل ورغى 3 مرات حزنا على والدته، ولما تمكنوا منه قتلوه. عرف صالح عليه السلام ما اقترفت أيديهم من جريمة بشعة، فقال لهم: تمتعوا في دياركم 3 أيام، وسيأتيكم العذاب بعدها، إنه وعد من ربي صادق غير مكذوب، جراء قتلكم للناقة. استعجل قوم صالح عليه السلام العذاب، وقالوا لصالح عليه السلام باستهزاء: فليحل بنا عذاب ربك إن كنت صادقا. فقال لهم صالح عليه السلام مؤكدا وهو آسف عليهم لما هم فيه من عناد: تمتعوا في داركم 3 أيام قبل أن يحل بكم العذاب. فلم يصدقوا قومه، بل إنهم تآمروا على قتله. ومن حكمة الله عز وجل أن أهلك الذين قتلوا الناقة وهم 9 رجال قبل قومهم، بأن أرسل عليهم حجارة أهلكتهم. فلما كان يوم الخميس وهو أول الأيام 3 كانت وجوه القوم مصفرة، فلما أمسوا تنادوا: ألا قد مضى يوم من الأجل. وفي اليوم الثاني وهو يوم الجمعة كانت وجوه القوم محمرة، فلما أمسوا تنادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل. وفي اليوم الثالث وهو يوم السبت صارت وجوههم مسودة، فلما أمسوا تنادوا: ألا قد مضى الأجل. فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا سيحل بهم من العذاب. فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس، وكانوا عبرة لمن جاء بعد.